صفرة البداية، وعندك ينتظر الإشارة السلوفيني من الرابع ومن المراقب اللي هو السهو مراقب المباراة، حيعطي الإشارة حيبدأ. جمهور رائع وجمهور جميل الحقيقة اليوم في ملعب المباراة، والصورة الرائعة اللي شفناها من خلال مباريات المنتخب اليمني. على فكرة المنتخب اليمني أمس كان معزوم عزومة، يا سلام، عزومة رائعة جدا كانت من أحد المحبين للمنتخب اليمني. صافرة البداية من السلوفيني. المنتخب السعودي على اليمين بالأبيض، اليمني على اليسار بالأحمر. ما عند المنتخب اليمني يخسر حاجة أبدا، هذا كلام ميروسلاف ولاعيبته. يعني الشوط الثاني 45 دقيقة بيحاول حتى على أقل تقدير يبحث عن نقطة تعادل مع المنتخب السعودي، على أمل يعني تكون هناك نتائج إيجابية في مباراة البحرين وقطر اللي الشوط الأول انتهى بالتعادل بدون أهداف. عندنا 4 إنذارات في المباراة، 3 للمنتخب السعودي وإنذار واحد فقط للمنتخب اليمني. أو إنذارين للمنتخب السعودي، إنذارين، وليد بخشوين وتيسير. وعندك حمادة زبيري للمنتخب اليمني رقم 14. عمر هوساوي كيف يلعب لوبيز الشوط الثاني، وكيف ينظر أيضا ميروسلاف مدرب المنتخب اليمني. كل مدرب يدخل بأكثر من خطة بديلة، بأكثر من تكتيك، بأكثر من فكر، يوجد يعني خطة بديلة للواحد، يعني عنده 1 2 3 4 وكذا، وبالتالي كل واحدة بديلة عن الثانية حسب مجريات المباراة، حسب تكتيك المباراة، لأنه المدرب يرتكز على 3 أشياء: التشكيل، التغيير، التكتيك، التغيير. إذا المدرب ال4 أشياء هذه اشتغلها صح، بالتالي الباقي في ملعب المباراة 70% على اللاعبين. ما نلوم المدرب، لكن لما يشكل غلط نقول له لا ستوب، لما يغير غلط هنا علامة استفهام، لما يبدل يا ساتر ورطنا. خطأ للمنتخب اليمني، خطأ من المنتخب اليمني لصالح ناصر الشمراني، محمد عياش، فؤاد العميسي، حمادة زبيري، محمد فؤاد، معتز أحمد، وليد الحبيشي، نزار رزق، علاء الصاصي، عبد الواسع المطري، وأحمد الحيفي، وياسر الجبر. هذا المنتخب اليمني مدربه ميروسلاف. عندك وليد عبد الله، سعيد المولد، أسامة هوساوي، الزوري، وليد بخشوين، كريري، تيسير الجاسم، نواف العابد، سالم الدوسري، ناصر الشمراني. لوبيز الاسباني مدرب المنتخب السعودي، تغيير لاعب من اليمين لليسار، اتنقلت على الظهير الايسر هناك لمعتز، بيحاول يعدي يمر نص الملعب ناحيه وليد الحبيشي، توصل ماشي، يا سلام، فاصل، هذا لاعب حريف، هذا لاعب عنده لمسه، الله، هذا ما له حل. 17 ياسر الجبر ما له حل، لاعب، ترى اللاعب الاشتف هذا لما يعدي ياخذ 1 ياخذ 2، عنده مهاراته عاليه. شوف الباصه ما في اوف سايد على الخط، حاطين لك الخط، يا سلام، فلت في لحظه، ولكن جات سليمه. تحركت المدرجات، اتحركت الاصوات، اتحركت الكفوف، اتحرك المدرج اليمني. وليد عبد الله منتخب اليمني امس انا قلت تناولوا وجبة غداء، عارفين شكله في الغداء، يعني حاجة حلوة، سفرة، ايه سفرة، ما شاء الله عليكم بالعافية، حنيد ومندي ومضبي وعصيد ومخباز، وختموها ببنت الصحن. هذه على فكرة حلاوة، في سلتة وفي شفوت وفي هريش وفي السوسي طبعا هذه خبز وبيض وحليب، ثقيلة يعني، كسر كل الروتين في الأوتيل هناك. قال لا يا أخي نروح نرجع للزمن الجميل هناك، أيام الحاجات الجميلة الشعبية، الأكلات الحلوة. عموما بالعافية عليكم وبالصحة. تلعبت على طول المنتخب السعودي، توصل الزوري ناحية تيسير، بيحاول يتحرك تيسير، يربط ناحية اليسار مع تغيير في المراكز بينه وبين نواف العابد وسالم الدوسري. هو المحور يعني الثلاثة دول عندهم تكتيك معين، هم اللي قاعدين
يعملوا الربط في الثلث الاخير للهجوم والثلث الدفاعي. الهجمه مرتده سريعه المنتخب اليمني عند المطري، بيحاول يلعب كره سريعه، التدخل السريع من سعيد، ترجع مره اخرى بيحاول يعدي، راحت عليه الى ركله مرمى. اتمنى يرفع صوت الجمهور، الزملاء في عربة النقل يرفعوا صوت الجمهور، رسائل بتيجي على طول. صوت الجمهور ضعيف، هذا الجمهور اللي قدامك صوته ما يطلع. لا طلع لي اياه لو سمحت، اعطيني اياه لايف على الهواء، اعطيه كله كامل الوقت. لعبة وليد عبد الله، يعني لازم صوت الجمهور يطلع، لازم يصير يعني هذا اشياء فنيه الحقيقه الزملاء فيهم الخير والبركه، ولكن عندي ملاحظه لازم اوصلها. اتلعبت على طول، هذه بينيه خذوهات سريعه داخل المنطقه، يصير دخول محمد عياش. برافو عياش. عيون اسيويه تراقب خليج 22، لانه عندك 7 منتخبات ما عدا اليمن حتشارك في كأس الأمم الآسيوية في استراليا في 9 يناير 2015. لذلك في عيون هنا بتتابع كل المنتخبات. سلامات محمد عياش. عندك إداري المنتخب اليمني جمال الخوربي، وحسن باشنفر هو رئيس الوفد اليمني. والحقيقة لو جينا نعطي شوي بعض المعلومات، تاريخ يقف إلى جانب المنتخب السعودي قبل مواجهة الليلة في كافة المواجهات في المسابقات والتصفيات الآسيوية أو البطولات العربية. 16 مباراة التقيا المنتخبين، السعودي الأخضر فاز في 14 مباراة، اليمن في مباراة واحدة، تعادلا في مباراة واحدة. يوم 21 اعتقد ديسمبر 75 كان اول لقاء للمنتخبين في كاس فلسطين الثالثة، فازت اليمن 1-0. بعد ذلك جاءت انتصارات المنتخب السعودي اخرها في خليج 21 في البحرين، لكن اكبر نتيجة كانت 7-0 للمنتخب السعودي. كانت اللهم صل عليك يا حبيب الله محمد، صلوا معي على الحبيب، كانت 2003 في تصفيات كأس آسيا. ترى معلومات بعض الأحيان الواحد لو أخطأ فيها يا عيني على الأوكي، أعطيني أوكي على طول كذا، أعطيني أوكي على طول الله يهديك. على مستوى دورات الخليج لعبنا 5 لقاءات كسبها المنتخب السعودي، بداية من خليج 16 في الكويت بهدف ياسر، خليجي 17 2-0 ابراهيم سويد ومرزوق العتيبي. هذه كرة سريعة راحت على خط المرمى. لاحظ الجمهور اليمني كلما يتسلم اللاعب اليمني الهجمة تلاقي الملعب يا سلام يعطيك من المدرج، يخلي اللاعب يجري يفتح سبرنتات وياخذ مساحات. وليد عبد الله. خليج 19 في عمان انتهت 6-0، خليج 20 في اليمن انتهت 4-0. المنتخب السعودي سجل 16 هدف في مرمى المنتخب اليمني، واليمن لم يسجل اي هدف في البطولات الإقليمية. اشتراك لاعبين على ارضية الملعب، قام لاعب المنتخب السعودي سعيد وعلى ارضية الملعب قام ايضا 7 وليد الحبيشي قام. على فكرة هذه كرة سريعة ماشي داخل المنطقة خطيرة، يقدر يسدد يلعب. الله يا وليد، الله على هالتربيعة، على الثقة، على الكرة الخطرة، على الهجمة السريعة، على الكرة اللي كان ممكن تروح ل1-1، ولكن وليد يتعملق بل يقف سدا منيعا. افضل 10 حراس في تاريخ الخليج. روح عندك خذ احمد عيد، حمود سلطان، محمد دعية، علي الحبسي، وايضا محسن مصبح، سمير سعيد، احمد الطرابلسي، الله يرحمك يا سمير، الله يرحمك سمير سعيد، رعد حمودي، يونس احمد، وليد عبد الله.
وليد عبد الله هو يعتبر من الحراس الجيدين بصراحة، الحراس الجيدين أيضا. كرة ملعوبة ناحية الأمام، محاولة إلى خارج الملعب، رمية جانبية للمنتخب السعودي. على فكرة بنهاية مباراة البحرين اللي ماضية بينه وبين البحرين، لوبيز أشرك 17 لاعب في 180 دقيقة، مع الأخذ في الاعتبار أنه حصلت تغييرات فنية في المباراتين، يعني عشان في تفاوت برضه عشان تكون واضحة. بس هذه كرة مرتدة في نص الملعب، وليد بخشوين لا زالت الملاحظات يا اخواننا بالنسبة لصوت الجمهور. كرة ملعوبة للمنتخب السعودي، كرة ملعوبة يحاول داخل منطقة الجزاء، اتشالت على طول من الدفاعات للمنتخب اليمني. يغير اللعب وليد الزوري، اعطونا صوت الجمهور اللي سامعينه في الكنترول وفي عربة النقل، اعطونا صوت الجمهور. الملعب يعني مو طبيعي. الهجمة سريعة، وليد عبد الله صوت الجمهور ما هو واضح تماما حسب المكالمات والرسائل من الجمهور بتجيني اكثر من يمكن 25 رسالة اتلعبت على طول. عاد النواحي الفنية ما لي دخل فيها. كرة ملعوبة للمنتخب السعودي بين الاثنين، بين أسامة وبين عمر. سعيد، أسامة، طويلة، خطأ للمنتخب اليمني. هذا الخطأ واضح معاك للمنتخب اليمني. كل المنتخب اليمني بيتقدم، لاعب واحد في الخلف اللي هو رقم 3 محمد فؤاد. كرة ملعوبة طويلة بالراس، تتشال ديفنس عالي جدا، برافو عليك يا نواف. شوف الواجبات الدفاعية في ادوار مزدوجة لنواف، لسالم، ارتداد سريع بيعدي ماشي، اتلعبت على طول ناحية ناصر لكن تدخل اتى سريع من محمد فؤاد. ملعوبة المنتخب السعودي ناحية تيسير، التدخل سالم، يمشي ياخذ واحد، يمشي يعدي، حيرفع يغير رايه، دوران يرفع كرة عالية بالراس، تعدي تتشال على طول. برافو يا حمادة. الى خارج الملعب، الى ركلة زاوية. كان توقيته رائع جدا، قفل على ناصر بشكل سريع. ركنية للمنتخب السعودي، 6 ركنيات للمنتخب السعودي، لا شيء المنتخب اليمني من ركنيات. لعبت على طول ركنية، ارتقاء عالي، اعلى نقطة حارس المرمى ياخذ خطأ من السلوفيني. كرة ملعوبة، رمية جانبية للمنتخب السعودي. 1-0 حتى الآن، هناك في الملل 0-0. عاد تجيك الحسابات كثير. أهلي صنعاء أكثر الفرق حصولا على البطولات المحلية، عندك الصقر واليرموك والعروبة والهلال والتلال ووحدة صنعاء ووحدة الحديدة والشعلة والهلال. التلال على فكرة أقدم الفرق اليمنية. تأسس الاتحاد اليمني عام 62، لكن عنده رموز، عنده علي النونو كابتن المنتخب 4 دورات خليجية، طبعا هو محلل رياضي الآن، واحد من اللعيبة اللي لهم ثقل كبير جدا. الزوري بيحاول يعدي، يمرر، لعبت على طول من العابد داخل منطقة الجزاء، تدخل من حارس المرمى محمد عياش.
على فكرة اليمن وصلت كأس العالم للناشئين سنة 2002 في فنلندا. هذه كرة سريعة، ماشي بيحاول يعدي ويجرب، تصطدم على طول في السعيد، ترجع مرة أخرى محاولة التسديد، يستفيد من كرات فردية إذا ما جت حلول جماعية بالحلول الفردية. يا سلام يا تيسير، بيعدي بامتصاص سريع، بيعدي بهجمة، بيحاول لهم كرة، ترجع مرة أخرى، تراجع المنتخب اليمني، يقفل المساحات، لكن بيروح على طول سعيد المولد هناك على اليمين، تتنقل على طول نواف العابد، نواف، تيسير، وأيضا سالم الدوسري. الثلاثة دول أنا بقول لكم عندهم كاريزما وعندهم حلول مع بعضهم، أكيد لهم توليفة صح. كرة في نص الملعب اتقطعت على طول المنتخب اليمني بالتاس سريع عند معتز، بيحاول يعدي، ترجع مرة أخرى سريعة داخل منطقة جزاء. ناصر بيحاول، أخيرا اتشالت إلى خارج الملعب. اثنين بيحاصروا، محمد فؤاد وحماد الزبيري، الاثنين من أهل صنعاء، الاثنين من أهل صنعاء، والاثنين بيحاصروا ناصر، ما بيعطوا له أي مجال. كرة ملعوبة عرضية اتشالت من الدفاعات اليمنية. فؤاد العميسي ترجع نص الملعب عند الصاصي، اتنقلت أمامية، محاولة الجبر، ياسر بيحاول يعدي، ينضغط عليه إلى خارج الملعب. إصرار وندية من الأسمراني، اللي معاك على طول، ندية من عمر. يعجبني اللاعب اللي شخصيته في الملعب شخصية ما يتهاون. التغيير الأول بيطلع 16 ويدخل 13، بيدخل يخرج 16 نزار رزق لاعب نادي الهلال اليمني، وبيدخل رقم 13 عبد المعين الجرشي. إذن 13 إلى أرض الملعب، 13 إلى أرض الملعب اللي هو عبد المعين الجرشي. ما في شك أنا أتفق مع زميلي عماد الموسى، أتفق إنه نتيجة المباراة الآن هنا 1-0 للسعودية مخلي مباراة الملز مشتعلة هناك، مخلي مباريات الملز مشتعلة. يا سلام، ترى بعض الأحيان المخرج مو بس مع الملعب، لا يساعدك، يعطيك، ينبهك، يخليك في الجو. شكرا أخوي عماد أنت والجروب، شكرا. كرة على اليسار، زوري، يا سلام، تتمرر في نص الملعب. نواف بيحاول، حكم يقول واصل، مرتدة سريعة المنتخب اليمني، توصل إلى ناحية عبد الواسع. اوف سايد المادة 11 يا ياسر يا الجبر. المادة 11 1-0. شوف حلاوة المباراة في 1-0، معطية جو حماسي للمدرج اليمني والمدرج السعودي. مع كل هجمة يتفاعل المدرج اليمني والمدرج السعودي، واحنا الكسبانين. يا سلام، قد ما تكلم على مدرج المنتخب اليمني حافظل مقصر معه، على المدرج المنتخب السعودي ايضا مقصر معه. لكن اتمنى الجمهور السعودي لا تبخلوا علينا، لا تبخلوا علينا في المباريات القادمة. خلوكم معانا، ترى محتاجينكم بقوة، وانتم ما تحتاجوا لدعوة، لا ما تحتاجوا بدعوة. إذن أول تغيير حصل للمنتخب اليمني، سحب نص الملعب وأدخل عبد المعين الجرشي. عارفين عبد المعين يلعب يعني يميل للناحية الدفاعية، لكن لو بيفرغ نص الملعب معناته لا، معناه في لاعب ثاني. حنشوف مين. كرة بينية بيحاول يعدي، اتشالت على طول إلى خارج الملعب من سعيد المولد. عنده هدف في مباراة البحرين الماضية، ويعتبر الهدف الأول له مع المنتخب في دورات الخليج. حتسجل على طول، هذه أولويات حتبقى في الذهن، ما تنسى عند سعيد. اتلعبت، تتشال على طول، محاولة إلى خارج الملعب إلى رمية جانبية للمنتخب اليمني.
رمية جانبية المنتخب اليمني. ركنية صخب طرب. الله عسى صوتي مع صوتكم. صخب في المدرجات اليمنية، دعم من المدرج علشان يبغى التعادل. يعني لما يتعادل مع المنتخب السعودي ترى يعتبر كثير بالراس، خطيرة. الله، حلوة المنتخب اليمني، صافرة وخطأ على المنتخب السعودي مع ناصر. خطأ. هذه اللعبة معاك هنا، شوف في شد وفي خطأ، في ثنايا خليجي 22 كرم بلاتر، كرم الأسطورة ماجد عبد الله في موسوعة جينيس. مولع المباراة في المدرج اليمني. يا سلام، خذ المدرج معاك والصوت، يلا أنا حسكت. فاصل مهارس يقاتل على كورته. سالم الدوسري في نص الملعب، اتلعبت سريعة أمامية، تدخل أتى من الزوري بتوقيت جيد. كريري على لمسة، اتنقل التدخل من تيسير في نص الملعب، مشترك مع وليد الحبيشي، بيحاول يعدي، ترجع مرة أخرى توصل ناحية عبد المعين الجرشي في نص الملعب المنتخب. قتال على الكورة بين اثنين ماشي حتى الآن في اللعب. حكم بيعطي الكرة للمسار، توصل لناصر بيحاول يعدي، باصة مقطوعة، ترجع مرة أخرى للمنتخب اليمني في محاولة للمرور على الجهة اليمنى، توصل ناحية عبد المعين على بينية، على كرة سريعة أمامي. أوفسايد. لاحظ لحظة انطلاق الكرة، لاحظ شوف الخط، برافو، شكرا على الإيضاحات اللي بتخليك خلاص تقتنع. شوف الحكم السلوفيني بينبهه تنبيه شفهي. أنا قلت الفيفا مثلا في بلاتر كرم الأسطورة ماجد عبد الله بموسوعة جينيس لتسجيله 5 أهداف في مباراة واحدة في المرمى المنتخب القطري. ما في الحمد لله ولا أي حالة طرد حتى الآن في الدورة، لا يوجد أي حالة طرد. على فكرة حتى جاسم الويدي يطالب بتكريمه، أنه سجل 5 أهداف في مباراة واحدة في خليج 14 بالبحرين. يطالب بالموسوعة، يطالب المسؤولين بالموسوعة، من حقه إذا ثبت الكلام هذا، من حقه أن يطالب. فخر لنا بصراحة لما جاسم الويدي ياخذ مثل هالجائزة ويدخل في هالموسوعة، بالعكس شيء يرفع الراس لنا كخليجيين، والجائزة ليست لأحد بل هي للجميع. اللي سجلوا اهداف حتى الان في الدوره. فهد المولد هو اللي افتتح، لكن نروح للهجمه السريعه توصل لياسر الجبر. المنتخب اليمني بيحاول يعدي اخيرا الى خارج الملعب. فهد المولد هو من سجل اول اهداف الدوره هنا في خليج 22 في هذا الملعب على المرمى المنتخب القطري. محاوله، شوف بيرمي اوراق كلها المنتخب اليمني. عندنا تغيير، الصقر حينزل للملعب. نايف هزازي حيسحب 15، حيسحب ناصر. طلع زلزال وبيدخل صقر، والاثنين عينين في راس. نايف اللي كان في المؤتمر الصحفي مع لوبيز في مباراة الأمس، يعني كان الحقيقة
اشاد بالمنتخب اليمني وبروح المنتخب اليمني وبجماهيره، وقدم الحقيقه يعني رايه في هذا الموضوع. هنا التغيير يدخل بدلا عن ناصر، دقيقه نقول 70 يعني 20 دقيقه الان، 20 دقيقه. عندك فهد المولد كما ذكرت اول هدف في الدوره، ابراهيم الماجد، فهد العنزي، ناصر الشمراني، عبد الله الهزاع، محمد حسين، الاثنين هذول سجلوا في مرماهم في مباراه السعوديه والبحرين. عندك علي مبخوت هدفين، يوسف ناصر، بدر المطوع، ياسر قاسم، واحمد كانوا من ضربه جزاء. وختامها الان نواف العابد دخل ضمن القائمه. كرة ملعوبة في نص الملعب للمنتخب السعودي، سالم الدوسري، تدخل أتى سريع بهجمة سريعة مرتدة، محاولة التأثير على الهجمة، يعدي توصل من ناحية عبد المعين، بيحاول يعدي، تدخلات سريعة والمطالبة بخطأ، توصل في نص الملعب، توصل لتيسير الجاسم، ماشي تيسير في سقوط لاعب أرضية الملعب، ولكن الحكم بيواصل. يا سلام يا تيسير، يا سلام يا تيسير، برافو برافو، يطمئن على زميله أهم من هجمة. فسروها عاد انتم، فسروها تفسير ايش يدل؟ ايش يدل؟ انه الملعب كرة قدم، ولكن هناك رسائل، هناك مبادئ، هناك أولويات. مثل لما أصيب بوكشان، لما أصيب بوكشان منظره مرعب بصراحة، لكن الحمد لله هو موجود في البدلاء، ترى على فكرة هو موجود في البدلاء. على فكرة كان في تكريم للرواد قبل يومين، كرموا الرواد اللي أثروا الساحة السعودية الحقيقة. لما تجي تتذكر حتى الأسماء على مستوى الخليج، الأمير عبد الله الفيصل الله يرحمه، الأمير خالد الفيصل الله يطول عمره ويحفظه يا رب، صاحب فكرة دورة الخليج اللي بدأ بها. على فكرة لما بدأ في فكرة دورة الخليج كان عمره 30 سنة، العمر الطويل يا أبو بندر، العمر الطويل يا أبو بندر. هو الآن صاحب فكرة مبادرة الأولمبياد، يبغاها تصير أولمبياد لنظرة هذا الرجل الثاقب، وسيدرس الموضوع هذا اللي طرح. الأمير فيصل بن فهد الله يرحمك يا أبو نواف، لما تتكلم على الأمير فيصل بن فهد لا مو توقف، ما توصل، ما حتوصل. الله يرحمك، الله يرحمك ويرحم موتى المسلمين جميعا. هذه كرة ملعوبة سريعة أمامية توصل لسعيد، ياخذ ركنية، ياخذ ركنية الأمير سلطان بن فهد الله يمسيه بالخير، الشيخ عيسى بن راشد. الله على هذا الرجل، يوم تجلس معاه خذ متعة وخذ راحة وخذ سوالف وخذ قصص وخذ مناسبات وخذ أشياء قديمة عن الجيل الجميل. يقول فقدت أعز اثنين عندي، الأمير فيصل والشيخ فهد الأحمد. العمر لك والبقى في راسك الشيخ عيسى. كرة سريعة المنتخب السعودي، محاولة المرور، التدخل للمنتخب اليمني، ترجع مرة أخرى من عبد المعين، محاولة. طبعا الرقابة مفروضة من زمان، ميروسلاف عامل رقابة من بداية المباراة على صناع اللعب، على صناع اللعب. على صناع اللعب، حتى لوبيز نفس الوضع. الزوري ترجع مرتدة سريعة، تدخل من نواف. السلام عليك يا نواف، اليوم ما شاء الله لو جينا نقول من نجوم المباراة أكثر من لاعب صراحة، يعني أكثر من لاعب يشعرك في الملعب إنه قاعد يشتغل، قاعد يعمل، قاعد يقدم، يقاتل، لياقة، يصنع، يمرر، يتحرك. النتيجة بيد الله سبحانه وتعالى، العلم عند الله.
الى خارج الملعب للمنتخب السعودي. نروح للرواد ايضا، الشيخ فهد الأحمد الجابر الصباح رحمة الله عليه، الشيخ حمدان بن زايد الله يحفظه، الشيخ سلطان السويدي. الرموز كانوا طيلة 21 دورة خليجية رائعين بروعة هذا المدرج، مدرج المنتخب اليمني. البعض يقول انت تغنيت كثير بمدرج، حقه. انا اشوف شيء امامي، يمكن الشاشة بعض الاحيان بتعطيك، لكن انا اشوف شيء رائع في الملعب، رائع. نص الملعب للمنتخب اليمني، راحت على طول للصاصي، ترجع ناحية عبد المعين، بيحاول الونتو سريعة، تدخلاته سريع، ياخذ خطأ، إشارة من السلوفيني، إشارة بيقول الزوري ياخذ خطأ. على فكرة الإعلام المقروء تناول أنه بالتزكية الأمير تركي بن خالد حيكون يوم الجمعة القادم في تزكية من رؤساء الاتحادات العربية لكرة القدم، حيزكى رئيسا للاتحاد العربي لكرة القدم خلفا للأمير نواف بن فيصل الله يمسيه بالخير. لم يتقدم أي مرشح لرئاسة الاتحاد الآسيوي سوى الأمير تركي بن خالد. بالتوفيق إن شاء الله، بالتوفيق إن شاء الله. رمية جانبية للمنتخب السعودي ناحية سعيد، 1-0 حتى الآن. يعني أكثر الطلبات بتيجي على الجوال ارفع صوت الجمهور، لكن الزملاء وضحوا لي في الهيدفون عن طريق المخرج عماد الموسى، وضحوا لي حاجة فنية، يعني أنا بعذرهم. كرة عرضية اتشالت على طول من حمادة الزبيري، ترجع مرة أخرى 1-0 حتى الآن. بيحاول يضغط المنتخب اليمني بارتداد سريعة، يلم كرة ناحية وليد الحبيشي، يوصل ناحية أحمد الحيفي إلى خارج الملعب، إلى رمية جانبية. في تغيير المنتخب السعودي، بيطلع سالم الدوسري، سحب لاعب نص ملعب، وبيدخل رقم 19 فهد، بيدخل فهد هناك في الملز. 77 دقيقة 0-0. إذا فهد المولد بيدخل في الدقيقة 77. تغيير هجومي، سحب نص ملعب سالم الدوسري، شكرا سالم، وبيدخل الآن فهد المولد، بيسحب 12 من منتخب اليمني أحمد الحيفي المهاجم، وبيدخل رقم 21، محمد الغمري. إذا محمد الغمري في خط الهجوم. هذه التغييرات اللي حصلت الآن. للمنتخب اليمني كرة سريعة تروح لفهد، أول استلام، ماشي فهد ياخذ واحد، يلعب العرضية، تتعدي خطرة، جول. الله يا تيسير، الله، كورة هدف أبدا. شوف المساحة اللي عند تيسير، شوف هدية يقدر يروح في 7 متر و32 في 244 450 جرام يا تيسير. راحت فوق، لا منك لا غير مقبولة. لو من واحد ثاني أقول ماشي يا عم، لكن منك أنت يا خبرة يا سوبر، لا أنت لاعب كبير.
فهد تنشيط ناحية هجومية، يعني ادخل نايف وادخل فهد. ادخل نايف وادخل فهد. على فكرة مدرب اليمن 5 شهور مع المنتخب اليمني، 5 شهور، وقال انه خليج 22 اختبار حقيقي للاعيبتي. صحيح هم صغار لكن عندهم حماس، عندهم روح، قليلين خبرة لكن عندهم روح التحدي. كرة ملعوبة، اتشالت المنتخب اليمني في نص الملعب بردسلين ناحية الجبر، انقطعت عليه ولكن مرتدة سريعة في خطأ لصالح المنتخب السعودي. على 11 على عبد الواسع المطري لاعب اليرموك، تلعب الخطأ بسرعة لسعيد، توصل لنواف. شوف الآن نواف وتيسير بعد ما انسحب سالم، بقي نواف وتيسير وراح على طول في المقدمة. فهد بيعدي من واحد داخل منطقة جزاء خطيرة على العرضية. يا سلام عليك يا عياش، يا عياش. نواف العابد، نواف اليوم ما شاء الله من نجوم المباراة بصراحة، من نجوم المباراة. مسجل هدف المباراة حتى الآن في الشوط الأول في الدقيقة 29، ولكن قاعد يقدم مباراة حلوة. اعتذر لكل الزملاء اللي ارسلوا لي الرسائل علشان الصوت، يعني في حالة فوق طاقة الزملاء، معليش، فوق طاقة الزملاء. الى خارج الملعب، طلعت على طول من محمد فؤاد لاعب اهلي صنعاء اللي معك على الشاشة. نلعب في ال9 دقائق الأخيرة من زمن الشوط الثاني. لا زالت في الملز هناك في ملعب الأمير فيصل 0-0. هتشوف الحسابات، سعيد يلعب الرمية بالراس تعدي إلى خارج الملعب إلى ركلة مرمى. على فكرة في الاجتماع اللي كان بين رؤساء الاتحادات أمس أعتقد أو قبل أمس، اتفقوا على أن يكون خليجي 23 في البصرة بشرط أن يرفع الحظر من الاتحاد الدولي وتكتمل النواقص، والمهلة حتى 15 فبراير، والبديل الكويت. ومبروك للبراعم السعودية 5 العالم في البرازيل من 33 منتخب أو من بين 33 منتخب، مبروك. كرة ملعوبة المنتخب اليمني، خطأ لصالح السعودية. كرة ملعوبة ناحية أسامة، تغيير أخير للمنتخب السعودي. 12 راح للحكم الرابع الخيبري، عبد الملك الخيبري، اللي حاز على جائزة أفضل لاعب في المباراة الأولى. هذه كرة عرضية اتلعبت على طول، ديفنس عالي جدا من المنتخب اليمني بتضحية عالية وضغط هجومي من اليمين بين سعيد وبين تيسير. عرضية تدخلات السريع من حماد الزبيري، ترجع مرة أخرى ضغط في نص الملعب على طول، ما بيعطيك مساحة المنتخب السعودي، ضاغطين على المنتخب اليمني يبحثوا عن الثاني. محاولة التمريرة خطيرة، كرة عرضية طويلة سريعة إلى خارج الملعب. برافو حماد الزبير اللي قدامك لاعب أهلي صنعاء، برافو يا حمادة. 14 بيغادر ملعب المباراة الكابتن راعي 127 مباراة دولية، العود صاحب الإنجازات وصاحب البطولات وصاحب الأخلاق العالية وصاحب النجومية الكبيرة، الكابتن القدوة. سعود من الكباتن القدوة، أنت لاعب كبير يقتدى فيك يا كابتن. يطلع الكابتن ويسلم الكابتنية أعتقد لتيسير الله أعلم أو لأسامة، أيهما. 7 من المنتخب البحريني يغادر، وليد الحبيشي، وبيدخل 10
وبيدخل 10 أيمن الهاجري. أيمن الهاجري 10 أيمن الهاجري. هذا التغيير الثالث. أيمن الهاجري خلاص. نلعب في ال5 دقائق الأخيرة. اتلعبت الرمية الجانبية من سعيد المولد. شوف الربع الساعة الأخير يجيك الإجهاد واضح، الإجهاد واضح من على اللاعبين، واضح. هذه كرة سريعة طويلة أمامية، محاولة، راية وتسلل، راية وتسلل، راية وتسلل. ترى في لاعبين كثار غابوا عن هذه الدورة، إما بسبب الإصابة أو فنيا أو إداريا. عندك حسن معاذ، منصور الحربي، ياسر الشهراني، سلامات للكباتن الثلاثة، سيف الخشان، فايز الرشيدي، خلفان إبراهيم، سلامات الكابتن سبستيان، يونس محمود، سلامات علي النونو. هذه كرة سريعة لعبت بينية حلوة ملعوبة من نواف. محاولة المنتخب السعودي، نواف للخلف ناحية التسير، ياخذ خطأ المنتخب اليمني. عندك عماد الحوسني، فوزي عايش، واخيرا اصابة محمد بوكشان لاعب المنتخب اليمني. واحد صفر حتى الآن من نواف العادي في دقيقة 29 الشوط الأول. سعيد ياخذ خطأ للمنتخب السعودي. على فكرة في مجموعة اسمها هدية رياضي قدمت لأغلب اللاعبين والمساعدين طبعا في مباريات سابقة اللي هم اللاعبين الغير مسلمين والمدربين والمنتخبات اللي جاء، قدمت 1400 هدية لهؤلاء النجوم والمدربين. فيها كتب دينية مترجمة لكل اللغات، يعني اللي بالفرنسي فرنسي، ألماني، أوردو، إنجليزي، كل اللغات علشان تكون واصلة لهم. الحقيقة هذا جهد جيد جدا، الله يجزاهم بالخير إن شاء الله. كرة ملعوبة داخل منطقة، تسديدة يا سلام، حلوة حلوة يا تيسير ومحمد عايش، حلوة من الاثنين، تيسير ومحمد عايش، حلوة من الاثنين. شوف التسديد الرائع، يا حلاوتك يا محمد عايش، فعلا من حراس الدورة الرائعين. الله 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 الله، يعطيك ثقة، يعطيك ثقة. تلعبت بالراس، فيها خطورة، تدخل داخل المنطقة، الضغط عليه، لاعب على لاعب بيحاول يمر، لكن في اوفسايد، في راية هناك، في اوفسايد كانت من الحكم المساعد الثاني من العراق نجاح راشد، هذا هو اللي ظاهر امامك. اعطى اوفسايد. شوف عاد بعد نهاية المباراتين شو اللي راح يصير في هالمجموعة، شو اللي راح يصير في هالمجموعة. عندك مجموعة بكرة عاد، الكويت والامارات وعمان العراق، يعني اقصد هذه الاربع المنتخبات، لكن حتتقابل الامارات والعراق والكويت مع عمان. الله على الصورة في المدرج اليمني، عرضية ياخذ ركنية المنتخب السعودي. نلعب في الدقائق الأخيرة على 88. الجولات كلها مضاءة في المدرج اليمني، كلها مضاءة، صورة لوحة جميلة مكملة للمباراة. حتى على المدرج السعودي أيضا كل الملعب اللي أمامي كله شاشات. 9 ركنيات مقابل ركنية واحدة، 9 للمنتخب السعودي، ركنية المنتخب اليمني. مان تومان، نايف يترقب،
الحكم بيطلب شويه عدم التنفيذ، يقول ما في مسك، ما في مكاتفه، واضح من اشاراته. الركنيه الان نواف العابد، شوف المنتومان، اللعبه هوائيه ينتظرها الطوال القامه نايف، ارتقاء ولكن تدخل اتى سريع، محاوله والتسديده توصل سهله الى محمد عياش. انا اعتقد انه مباراه كانت في المدرجات رائعه جدا، جميله جدا، حلوه من الجمهور اليمني، حلوه من الجمهور السعودي، ولكن في تفاوت بين التشجيع بين المنتخبين من ناحيه المدرجات. الجمهور اليمني رائع بشكل كبير بصراحه. على ارضيه الملعب تفوق المنتخب السعودي في نسبه كبيره من المباراه. الهجمه السريعه مرتده، تيسير يرفع. 90 دقيقه الان، 3 دقائق الوقت المقدر من السلوفينيا، 3 دقائق فقط لا غير، 3 دقائق، 3 دقائق. عاد لما تجيك المعلومات بالراس، يا سلام، بالراس حلوه كانت من الاسمراني، من عمر، ولكن عياش كان معاه على الخط مثل ما يقولوا، على الخط. 61 لاعب سعودي كان عاملين بصمتهم في البطولات الخليجيه، اولهم النور الله يرحمه، واخرهم فهد المولد. هذه كره في نص الملعب، هذه كره في نص الملعب، محاوله ترجع على اليمين سعيد، على اليمين سعيد، ناحية سعيد مرة أخرى. 1-0 حتى الآن، 1-0 حتى الآن. عاد لما تتذكر دورات الخليج ما تنسى أبدا النجوم الكبار اللي على مستوى الخليج، الغراب، النور، العنبري، الطلياني، أحمد راضي، خليل شويعر، أبو شقر، حسين سعيد، محيسن، فهد خميس، علي النونو، منصور مفتاح، فلاح حسن، سامي الجابر، خالد مسعد، فؤاد انور، الهريفي. هذه بينيه خذوهات، محاوله والتسديد الى خارج الملعب، الى ركنيه للمنتخب السعودي، الى ركنيه. احمد جميل الخليوي الله يرحمه، صالح النعيمه، يونس امان. ايضا دورات الخليج كان فيها اصوات ما تنسى ابدا يا جماعه الخير. هذه راسيه عمر، كان الله يرحمه استاذ زاهد قدسي، استاذ محمد رمضان الله يعطيه الصحه والعافيه، استاذ علي داوود. هذه كره عرضيه بالراس، تشال مره اخرى، توصل، لا زالت في اللعب العرضيه، سعيد تشال ديفنس عالي الى خارج الملعب. عندك الاستاذ يوسف سيف، الاستاذ خالد الحربان، الاستاذ محمد البكر. ترى هؤلاء رموز حيبقوا للاجيال، اصواتهم ما تغيب ابدا، اصواتهم ما تغيب ابدا. اللي مات الله يرحمه ان شاء الله يا رب، واللي باقين العمر الطويل لهم. استفدنا منهم كثير في المدارس هذه، ولهم الفضل الحقيقي علينا. كرة ملعوبة بينية، نلعب في الوقت بدل الضائع، 3 دقائق، 1-0 على شاشة الملعب. نواف العابد في دقيقة 29 هو من يسجل هدف المباراة الوحيد في هذه المباراة بين السعودية واليمن. صفرة المباراة وصفرة النهاية من السلوفيني، 1-0 للمنتخب السعودي، يروح ل7 نقاط على طول مباشرة. يبقى المنتخب اليمني على 3 نقاط من هذه المباراة، وبالتالي ننتظر حسابات المباراة هناك. ولكن هذا الجمهور الحقيقي له كل الشكر والتقدير مع الجمهور السعودي ولكافة الجماهير الأخرى. السعودية راحت إلى 7 نقاط، قطر واليمن إذا انتهت بالتعادل، قطر راحت إلى